كان أول غلطة ليّا أثناء ما أنا طالب، إن أنا حقّرت مستوايا، يعني كان وأنا في الكلية قمة أملي أجيب جيد جدًا، كنا لو جبنا جيد جدًا في كل السنين يبقى في الآخر حاجة اسمها مرتبة شرف، اللي جاب جيد جدًا على الأقل في السنين يبقى اسمها مرتبة شرف، ففضلت أجيب في أولى وتانية جيد جدًا، كان مجموعين مع بعض، وفي تالتة اجتهدت شوية قُلت يا رب أجيب امتياز وبعد كده ما جاتش امتياز، لكن بقيت فرحان جيد جدًا. في رابعة وشايف بقى ناس في الدفعة أساطين شطار جدًا، جدًا، أقويا جدًا، وأنا في دماغي يعني مش هنخش في منافسة الناس دي، وبعدين جيت في رابعة اللي هي أول بقى بكالوريوس الحقيقة عندنا، فاجتهدت شوية زيادة عشان دي بقى اللي مبني عليها يعني اللي جاي، بس في دماغي أنا مش في أوائل الدفعة خالص ولا مستوايا ولا ناوي، دي أكبر جريمة أنا عملتها، لكن ربنا سترها معايا بس جميل ستره، فاجتهدت شوية، فوجئت إن جبت في مواد رابعة دي ال4 مواد امتيازات. اللي كانوا جايبين امتيازات في رابعه كلهم عندي في دفعتي كانوا 75 واحد، ما بقتش مصدق نفسي ان انا في ال 75 الاوائل على الدفعه، انا متوقع اكون اخر واحد. وبعدين في خمسه بقى وتجتهد طلعت في الاوائل اهو، واجي لي نيابه، وطلع في الاخر مجموع رابعه وخمسه ما تقولوش لحد ال 31 على الدفعه. وبالمناسبه ده احسن ترتيب في الدنيا، اي حد بيتمنى يطلع ال 31، فلو فشل يطلع بقى الثالث السابع ال 15 ال 70، يأس بقى خلاص. المهم فطلعت ال 31 على الدفعه، جوز بنتي بس سلم عليه، نار محمد، الله يخليك يا رب. فالمهم ف وانا بقى براجع النتيجه قلت انا ابص في رابعه انا كنت كام، طلعت كنت السادس على الدفعه في رابعه، وانا يعني مجتهد اجتهاد يعني مش جبار. الله، ده انت يا علي كان ممكن تكون السادس والثالث والاول على الدفعه من اول سنه، انت ليه هزمت نفسك؟ ليه نهزم نفسينا؟ ليه يا اولاد انت قاعد وشايف نفسك ان انا كتير قوي تقابلوني اقول لك ايه انوي تبقى في العشر الاوائل، الاقيك بصيت لي بصه كده ايه انا لا حاضر يا فندم انا غبي يا فندم ده 10 ده غبي، بقول لك طب انوي يمكن يعني العشرة يمكن تجيبها برضه انت شكلك انت كمان غبي يا فندم، والله احنا الاثنين اغبياء مع بعض. ليه كده؟ ليه بتقع في غلطتي انا؟ انا وقعت فيها وانا كنت هذا الغبي في يوم من الايام. اوعى تبقى غبي.